السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. انا بقى كتير منقطع عن عمل الفيديوهات، وده بسبب طبعا شغلي بيبقى واخدني جدا. فانا ان شاء الله هحاول بعد العيد هيبقى في رجوع قوي جدا، وهيبقى في فيديوهات قويه جدا، وهيبقى في مقارنات بين افضل موبايلات موجوده في السوق المصري. وعلشان ما اطولش عليكم، النهارده معانا موبايل جديد من شركه شاومي، وهو الريدمي 12 سي. الموبايل ده لسه نازل، فطبعا حبيت ان انا اعمل عليه فيديو. انا اصلا ما بعملش فيديوهات في رمضان، ولكن حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده عشان خاطر الموبايل لسه نازل جديد جدا. فكنت حابب ان اعمل فيديو على الموبايل ده علشان ابين لكم ايه هي مميزات الموبايل وايه هي عيوب الموبايل، وهقول لكم في الفيديو دوت رايي الشخصي عن الموبايل الجديد من شركه شاومي وهو ال 12 سي. بس قبل بقى ما ابدا واقول لكم المميزات والعيوب وكل حاجه انتوا عايزين تعرفوها، يا ريت طبعا تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. ولو انت ما تعرفنيش، فانا عندي اكتر من فرع لبيع الموبايلات، وكمان عندنا انظمه تقسيط مختلفه جدا جدا، وكمان ممكن تقسط بالبطاقه فقط، يعني مش محتاج ضامن ولا الكلام ده. عندنا تسهيلات قويه جدا، وعندنا عروض قويه جدا لانظمه التقسيط. فالموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. لو حابب انت تقسط اي موبايل او اي منتج عموما، فالموضوع هيبقى سهل جدا مع موبيتك. ممكن تكتب لي في الكومنتات، او ممكن تتابعني على رقم الواتساب، انا كده بسيبه في الديسكريبشن، وبسيب كمان لينكات السوشيال ميديا في الديسكريبشن. فلو حابب تتابعني طبعا ده هيكون شرف كبير ليا. عشان ما اطولش عليكم، يلا نعمل انبوكس سريع كده الموبايل ونشوف محتويات الكرتونه، وبعد كده نشوف المواصفات الكامله للموبايل. اول حاجه بالنسبه للموبايل، فالموبايل جايب تصميم بالكامل من البلاستيك. اللي عجبني جدا الخطوط سمبوكسه ديت، يعني هي ولا بالطول ولا بالعرض، هي سمبوكسه كده. صراحه مديه شكل يعني جميل للموبايل، لكن هو عموما الموبايل جايب تصميم من بلاستيك زي ما انا قلت، فما فيهوش اي جديد. وبالنسبه للشاشه، فالموبايل جايب نوتش على شكل ثقب، والشاشه جايه كمان من نوع IPS LCD بمساحه 6.71 انش بجوده HD بلس بدقه 720 في 1650 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 268 بكسل لكل انش. لو جينا نتكلم عن الشاشه والوان الشاشه، فالشاشه هتديك الوان كويسه لحد ما، ولكن اللي ما عجبنيش ان حواف الشاشه كانت كبيره. وعموما الموبايل جايب نسختين. اول نسخه معانا وهي ال 3 جيجا رام مع ذاكره 64، والنسخه الثانيه جايه ب 4 جيجا رام مع ذاكره 128. بس كده لا، ده كمان ينفع ان انت تزود ذاكره داخليه عن طريق الكارت الميموري بمكان منفصل عن الشريحتين. وبالنسبه للاداء، فشركه شاومي يا جماعه عودتنا ان هي بتنزل افضل معالجات في الفئه المتوسطه. الموبايل يا جماعه جايب معالج من نوع ميديا تك من نوع هيليو جي 85 بتقنيه 12 نانو مع معالج رسومي مالي جي 52 MC2. المعالج ده طبعا يا جماعه قوي جدا، يعني هتلعب عليه لعبه زي بابجي بكل اريحيه، وهتلاقي اللعبه معاك سلسه جدا، يعني مش هتلاقي فيها تقطيع، مش هتلاقي فيها لاج ولا اي حاجه. فلو انت من اهتماماتك الالعاب، فالموبايل ده هيبقى مناسب ليك جدا، وبالذات في لعبه زي لعبه بابجي او كول اوف ديوتي او الالعاب اللي محتاجه معالج قوي مش معالج ضعيف. تعالوا مع بعض نجرب صوت الموبايل، يعني صوت السماعات الخارجيه للموبايل، صوت السبيكر. وهو عموما سماعات الموبايل مش ستيريو ولا حاجه، هي سماعات عاديه، لكن حابين ان احنا نجربها. وطبعا بنجربها في القرآن، مش بنجرب في اغاني ولا الكلام ده. فتعالوا نشوف كده. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان
كده زي ما انتم سمعتوا كده صوت الموبايل، انا صراحه هو مش ستيريو لكن صوته عجبني صراحه. صوت الموبايل لطيف جدا، نقي، ما فيهوش نويز ولا اي حاجه، فصراحه صوت الموبايل عجبني. وبالنسبه للكاميرات فالموبايل جايب كاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، وجايب كاميرا خلفيه مزدوجه. اول كاميرا معانا جايب بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، ودي الكاميرا الاساسيه. والكاميرا الثانيه هي عباره عن كاميرا مساعده للكاميرا الاولانيه، ودي بتبقى بدقه منخفضه جدا، ودي خاصه بعمل العزل والبورتريه. وبالنسبه لوسائل الامان في الموبايل فالموبايل بيدعم بصمه في ظهر الموبايل زي ما انتم شايفين كده، والبصمه دي يا جماعه فعلا سريعه جدا، يعني من البصمات اللي هي مجرد ما بتحط صباعك كده بتلاقي البصمه بتستجيب جدا. وكمان بيدعم خاصيه الفيس انلوك، يعني ان انت تقدر تفتح الموبايل عن طريق الوجه. وبالنسبه لنظام التشغيل فالموبايل جايب نظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهه شاومي ميو اي 13. واخيرا البطاريه فالموبايل جايب بطاريه بسعه 5000 ملي امبير، لكن هو الموبايل جاي توليفه كده غريبه جدا، بطاريه ضخمه، بطاريه بسعه 5000 ملي امبير، ولكن مدخل الشحن يو اس بي عادي مش تايب سي، ودي طبعا حاجه ما عجبتنيش خالص. وكمان بيشحن بقوه 10 واط، فمديك بطاريه كبيره جدا بسعه 5000 ملي امبير مع شحن ضعيف وكمان مدخل يو اس بي. فالتوليفه دي صراحه ما عجبتنيش. انا كده يعتبر اتكلمت عن كل حاجه في الموبايل، فتعالوا نقول بقى ايه اللي ما عجبنيش في الموبايل، يعني ايه عيوب الموبايل وايه مميزات الموبايل، علشان تشوف الموبايل ده هيبقى مناسب بالنسبه لك ولا مش هيبقى مناسب بالنسبه لك. تعالى بقى نركن الموبايل ده العجيب ده من على جنب كده ونشوف ايه هي المميزات وايه هي العيوب. فتعالوا بقى نتكلم عن العيوب الاول، علشان خاطر انا صراحه في كام حاجه كده ما عجبتنيش. اول حاجه بالنسبه للموبايل وهي الحواف الكبيره اللي كانت في الشاشه، دي ما كانتش افضل حاجه. كانت المفروض الشركه تقلل الحواف شويه علشان خاطر تديك تجربه مشاهده فوق الممتازه او ممتازه على الاقل في الفيديوهات. دي رقم واحد. رقم اتنين وهي ان مفيش كاميرا للالترا وايد او الكاميرا واسعه للتصوير. يعني في ناس بتحب التصوير فالكاميرا الالترا وايد بتبقى مفيده جدا معاهم او بيحتاجوها وهم بيصوروا، فدي طبعا برضو عيب تاني انا ما عجبنيش. رقم 3 ان الموبايل نازل بمدخل يو اس بي عادي مش تايب سي، ودي برضو انا عيب مش عاجبني. ازاي الموبايل يكون لسه نازل حديث يعني وكمان نازل بمدخل يو اس بي المايكرو يو اس بي القديم، فدي حاجه طبعا ما كانتش افضل حاجه من شركه شاومي. وطبعا اخر حاجه ان الموبايل نازل ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير وكمان بيشحن بقوه 10 واط، يعني الموبايل هياخد معاك وقت كبير جدا علشان يشحن او يفول الموبايل 100%. دي كانت العيوب اللي ما عجبتنيش بالنسبه لي، يعني رايي الشخصي، ده رايي الشخصي انا بحاول انا انقله لكم. بالنسبه للمميزات انا مش شايف الموبايل الا في ميزه واحده وهي المعالج، ان الموبايل نازل بمعالج قوي وهو الهيليو جي 85. المعالج ده قوي جدا. الموبايل ده لو انت بتحب الالعاب الموبايل ده هيبقى مناسب جدا بالنسبه لك، لكن لو مش بتحب الالعاب او مالكش في الالعاب فممكن تشوف اي اختيار تاني بالنسبه لك هيكون افضل، علشان خاطر هيبقى فيه بقى كاميرا واسعه، هيكون فيه شحن تايب سي، هيكون فيه قوه شحن اسرع من كده. فده كان رايي الشخصي. يا ريت لو عندكم اي سؤال ممكن تسيبوه لي في الكومنتات تحت وانا ان شاء الله هرد عليه. وزي ما قلت لكم انا بسيب كل لينكات السوشيال ميديا وارقام الواتساب في الديسكريبشن. بس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.